بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين. معك الشيخ طالب بن شريم شيخ شملة مرة، وجيت أنا وأسرتي ومرافقي للغرض الاعتذار لدولة قطر والأمير الشيخ تميم بن حمد بن خليفة عما نتج مني في ماضي السنة الماضية والإعلام، وجينا نعتذر منهم والوالد الشيخ حمد بن خليفة والد الجميع ومؤسس هذا البلاد وزارعه ومعطيه ولا يزال يعطي، وهذه اعتذارنا منهم عما نتج منا، وحنا أسرة معترفين بمعروفهم علينا وعلى قبيلتنا، كبيرهم وصغيرهم، وعلى تعليمهم وعلى ضمهم وعلى عزهم. نعم، وحنا لا ننسى قطر يا المرة، ومن كان فيه خير بالمعروف، فقطر عزيزة علينا. وجاي اليوم في تاريخ 26 نعتذر من أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد والوالد الشيخ حمد بن خليفة وجميع أسرته وحكومته وشعبه عما نتج منا، وحنا مع المعروف يبطوننا ولا ننساه ولا ننسى معروفهم على المرة، كبيرهم وصغيرهم. فحن نعتذر اعتذار كامل، ونتعهد ان حنا من البلاد ومن المملكة الدولتين الغاليتين، وكلهم كان ولا يزالون إن شاء الله إنهم من دول الخليج، وإن شاء الله عن قريب يصلح اللي حصل بينهم من الإعلام ومن الأمور اللي حصلت. فحنا نعتذر شخصيا عن مبررات الدول، فحن ولله الحمد ما فيها غمش ولا فيها غبية، معترفين أن قطر معروفة على المرة، لا ينسونها المرة ولا ننساه، وحنا على ما قال من هاي قطر وقطر منا، وإن شاء الله عن قريب ترجع قطر والمملكة كأخ واحد، وإن شاء الله أنه ينتج عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز والله يطول عمره، فنهب الخليج وبالإسلام، فإن شاء الله يتدخل، وإن شاء الله الدولتين كانت ولا زالت من دون الخليج محبة ورفقة وأسرة، وجينا للغرض هذا فقط، ونسلم على أمير البلاد الشيخ تميم، ونسلم على الوالد الشيخ حمد بن خليفة المؤسس الذي أنا وياه عشت سنين تسمع، ولا أنساه ولا أنسى البلاد، أنا ما أنساه، وحنا ما فينا خونه، والقطر والمملكة شيء واحد سابقا، وإن شاء الله ترجع كلها على آخر. وهذا الغرض وهذا مهمتنا وهذا اللي في صدورنا، وكان مغمور علينا إلين زرنا اليوم دولة قطر نعتذر ونوضح محبتهم واعترافهم معروف مع المرة، وسلامتكم.